رب يسر لساننا في تلاوة القرآن العظيم فإنه كلام الرحمن في دارين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا فيحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم حيث يقولون في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ديركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا ولآتيناهم صراطا مستقيما. فمن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات وانفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال وسلم الله عليه إذا فهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يجرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل يغلب فنؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه الحياة الدنيا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب ومتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن انتهى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تكونوا مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عند كل من عند الله فما لهؤلاء ولا يكادون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك أرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد فقد أطاع الله ومن تولى فما
سبيلا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكون ما يبيتون خارقا وتوكل الله كما بوكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته واتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرد المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والنعم أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها من يشفع شفاعة سيئة يكن له بذل منها كان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ويجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومنزع من الله عزيزا وما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله وإن تولوا فاقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فإن اعتزلوكم ولم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا فتجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث يخرجوهم أولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا وغضب الله عليه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة وذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم وتبينوا إن
سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم والقاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى فضل الله المجاهدين والقاعدين درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فما جهنم إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أولئك عسى الله يغفرهم وكان الله غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته إلى الله ثم يدرك الموت وأجره الله كان وإذا بلغتم بغرب فليس عليكم جناح أن تغفروا من الصلاة ثم يغفر الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت بهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى منهم فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم مد الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم ألم من مطر وكنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم فخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت للمؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وتدعون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب وكان توابا رحيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا من قول كان الله بما يعملون محيط. أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة عما يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ما يغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لما طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما.
واتبع غير سبيل المؤمنين ووله ما تولى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من يريد الله فقد ضل ضلالا يدعون من دونه ولو ذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام فليغيرن خلق الله ومن يتخذ شيطانا وليا من دون الله فقد يغفر ويمني ما يدعون الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن يرجو من الله خير ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل في يرى لله من دون الله ولا نصير ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون جنة لا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا وتولى إبراهيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء عليما ويسألونك بالنساء قل الله يؤتيكم فيهن ما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الرجال أن تغفوا